انت من اسكندريه ونفسك تاكل شوربه كوارع غرقانه في الكوارع مع الفتة على الطبق المخصوص اللي غرقان في الكوارع الحرش ده، وطبق المشكل اللي غرقان من اول الممبار الجرجير والفشه والطحار والضره وكل اللي قلبك يحبه، تمسك تغرق الطحينه كده وتعمل كل ده سندوتش ينزل القلب مش المعده. ان شوربه الكوارع متغرقه في قطع الكوارع كده لوحدها، الطبق اللي غرقان في البصل والكوارع واللحمه بصل. احسن حاجه اللي مفيش حد ما بيجربش الاكل ده من عنده يبقى ادمان. نزل لك طبق غرقان في الطحينه عشان تغمس كل حاجه زي ما انت عايز. طبق المشكل عنده بيبدا من اول 85 جنيه في كل جميع انواع المشويات والمصامت، يعني هتاكل اكل حرش ومرش ومشوي زي ما انت عاوز. غرقان في الكوارع وشوربه الكوارع والفته، جنبيها طبق الطماطم والمخلل والفلفل الحرش. تخيل ان الطبق ده لوحده كفيل ان هو يخليك سعيد طول السنه. ان المكان ده حرفيا جنب اي حد ومفيش حد بيجرب اي حاجه من عنده ما بتبقاش ادمان. عنده بقى من اول اللسان والطحال والضره والممبار، حاجه كده اطمن وكل وانت مغمض على طول. استنى على اول حاجه طبق المشكل الجرجير، بعد كده المشاوي، بعد كده الممبار، بعد كده الفلفل، ويرش لك حبه تحبيشه البهارات وينزل لك بالفلفل المحمر. تقريبا كده احنا خلصنا كل المحل من عنده. تعالى اقول لك احنا طلبنا ايه من عنده بالظبط، كل حاجه بسعرها. اول طبق المشكل المصامت لحد المخلل والاكل الحرش. بدانا باول حاجه وهي شوربه الكوارع اللي غرقانه في التوابل وقطع الكوارع. واحسن حاجه هنا انك بتحس بالطعم قبل ما تدوقه، يعني الريحه كفيله انها تجيبك من على اخر الشارع. ده انا باول حاجه بتبقى طبق فته كده مليانه بالتحبيشه بتاعتها، وطبق شوربه الكوارع بالكوارع من الحجم الكبير. احسن حاجه الناس اللي ما بتحبش الاكلات دي هتبقى ادمان عندهم وانا واثق مليون في الميه. استنى على طبق المصامت المشكل اللي بيبدا من اول 85 جنيه. انا اقول لك ده بيتكون من ايه واحنا بنغرق كده في طبق الطحينه ده. جير وفشه وطحال ولحمه راس وممبار وفلفل محمر بالبهارات. كان لازم كل ده يتعمل سندوتش ونغرق بالطحينه زي ما انتم شايفين كده. اوبا دلعني وولعني. سندوتشات المشكل عنده من اول 20 جنيه والمخصوص ب 30 جنيه، حركاته وتكاته. فكان لازم اخد الطبق ده كده لوحدي، غمز الممبار كده في الطحينه واللسان والضره والفشه والممبار بالكبده المشويه بالبهارات. حته الفشه دي بقى حاجه كده ايه تنزل في قلب قلبك. طبق الطماطم الحرش اللي غرقان في الفلفل والفلفل كمان اللي متحمر. لازم نهدي كده بشوربه كوارع غرقانه في قطع الكوارع. اخر حاجه ودي اللي شدتنا اصلا اننا ندخل للمكان ده، وهو الطبق ده طبق البصل بالكوارع اللي غرقان في شوربه الكوارع. اخ قلبي الصغير لا يتحمل. لازم اقول لكم على المكان بسرعه. المكان بالظبط في اسكندريه سيدي بشر قبلي عند الامن المركزي، بصمه مولانا الفواكه اللحوم حركات وتكات. كده كده اللي هيشدك هي الصينيه دي.